أهم صفة المفروض تبقى موجودة في الميديا باير هي الأمانة. الميديا باير اللي مش أمين هيقول لك هاشتغل من الأكاونت بتاعي وياخد بادجت كبير منك ويجيب لك نتايج، بس هو ما استخدمش كل البادجت اللي انت مديهوله. كمان انت ما تقدرش تشوف اذا كان هو صرف ولا لا. ميديا باير مش امين، انت حتى مشغله على الاكونت بتاعك، وهو ده المفروض اللي يحصل. لما الميديا باير يلاقي النتائج وهو مش امين، ما بيرضاش اللي هو يعمل تعديلات على الاعلانات او يعمل اي حاجة بحيث اللي هو يقلل الكوست الزيادة. بيقول خلاص هو العميل مبسوط والنتائج بالنسبة له مرضية، في حين اللي هو يقدر يقلل الكوست دي ويجيب لك مبيعات اعلى. فانت لما تيجي تدور على ميديا باير، اول حاجه لازم يشتغل من الاكونت بتاعك. تاني حاجه لازم تبص على صفه الامانه في الميديا باير اللي انت هتشتغل معاه.